السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا، مكوناتها متوفرة في كل بيت، مش هتحتاجي سمنة، زبدة. معاكي كوبايتين دقيق وبيضتين، وممكن تستغني عنهم ببيضة كبيرة، ما فيش اي مشكلة. هتعملي النهاردة احلى بلح الشام، اكلير في نفسه كده، حاجة كده فوق الخيال. الجمال عدى الكلام. يعني انا مش محتاجة ان انا اتكلم عنه كتير، هو واصف نفسه. تعالوا بقى نشوف مع بعض عشان ما نطولش عليكم المكونات. هنا هنعمل الشربات الاول، هنجهزه. هنا كوبايتين سكر، مش شرط تكون المج الكبير بتاع الشاي، يعني انا فاض مني، يعني ممكن تعملي ايه كمية بسيطة. يعني انا مصغرة الكوباية، يعني بنص مج ايه الشاي. ممكن تعملي عشان ما لخبطكيش، هنا معايا كوبايتين سكر وعليهم كوباية ويعني وتلت مية، كوباية وتلت مية وكوبايتين سكر، وهندوبهم كويس قوي. وانتي لسه ما ضفتهوش على النار، وبعد كده ايه ايدك فيه كده لحد ما تتأكدي تماما ان السكر بتاعك داب. هنا بقى ايه ده اختياري، عسل جلوكوز دون علشان يدي لمعة للبلح الشام بتاعي، وعشان التصوير. يعني مش مجبرة ان انت تحطي الشربات بتاعك مكوناته مظبوطة 100%، مش محتاج اي مكونات. هنا انا حطيت منه كده ايه معلقتين، يعني هما المفروض ايه معلقة كبيرة، بس هما المعلقة الاولانية جت قليلة فزودت كمان ايه نص معلقة. يعني انا حاطه يعتبر معلقه كبيره هرميه بس من عسل الكلوكو. هنا بقى ايه هنديله تقلبتين كده لحد ما يدوب العسل الجلوكوز. هنا بعد بقى ايه اول ما بدأ يغلي، جبت نص عصرة ليمونة وعصرتها عليه. هنا بقى هسيبه يغلي بقى لمدة من 5 ل7 دقايق، لحد ما القوام بتاعه يتقل كده زي ما انتم شايفين. انا طفيت عليه. هديله بقى ايه رشة فانيليا. ليه انت بتحطي الفانيليا ما بتحطهاش مع الليمونة بعد ما بيغلي؟ الفانيليا معاكي لما بتغلي على النار طعمها بيروح والريحة بتاعتها بتروح، انما لما تحطيه بعد ما ينزل من على النار بتفضل فيه مركزة وبتخلي طعمه جميل جدا. هنا بقى معانا المكونات كوبايتين. اول حاجة كوبايتين الدقيق، اهم حاجة الكوباية اللي هتعايري بيها المكونات تكون موحدة، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها جميع المكونات. هنا معلقة كبيرة سكر ورشة ملح وفانيليا وتلت كوباية زيت ومعلقتين نشا وبيضتين وكوباية وتلت مية. تمام كده تمام. ليه ما ضفتيش سمنة؟ السمنة الزيت بيخلي ليه قرمشة جميلة جدا في بلح الشام، وبيغيب معاك القرمشة لمدة اطول. هنا احنا ضفنا كوبايتين المية بقى كده على طاسة على النار، وتلت كوباية الزيت والسكر بتاعنا والملح، وهنقلبه كده لحد بقى ايه ما يقلب معانا. هندوبه تماما من الاول، وهقول لكم بقى ايه خليكي معايا خطوه خطوه، والطريقه دي مظبوطه جدا، ومش يعني مش هتغيريها في طريقه عمل بلح الشام خالص. عارفه ان انا رغايه النهارده، بس ايه لازما اقول لكم على كل حاجه بعملها علشان المعلومه توصل، واقولك انا بعمل كده ليه، ايه الفايده من اللي انا بعمله. هنا بعد بقى ايه ما المكونات بتاعتي اللي على النار غلت، قلبت كده بالراحه بقى، وانتي بتحطي الدقيق كده ما تعمليش زي وتفوري الدنيا كده والدقيق يطير في وشك، بالراحه. هنحط الدقيق وكوبايتين الدقيق ومعلقتين النشا، وهنقلبهم بعيد عن النار. هنا انا بقلبهم بعيد عن النار علشان ايه ما يعملش طبقة ايه خارجية كده تحمر منك او تغير لون. هنقلبه كويس اهو،
عادي بعد ما النار بتاعت المية بتاعتي غلت. وانا كنت بغير الاسباتولا اللي انا كنت بقلب بيها، وجبت معلقه عشان اقدر اتحكم في الضغط بتاعي، لانها سيليكون فما كانش بتضغط قوي، وانا عاوزه اتوه المكونات كلها. وما تنسيش بقى ايه، لايك على الفيديو، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. انا اميره صابر، ودي قناتي اميره في مطبخ. هنا هقلبه دقيقتين بالعدد، يعني مش هتغيبيه على النار لان لسه هيتحط في الزيت، احنا بنديله يعتبر هنا نص تسوية. ايدي فيه كده بسرعة بسرعة، سرعت الفيديو دقيقتين. هنا طفيت النار، وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنا بقى احنا عاوزين نبرد العجينة بتاعتنا. هنقلها يا تنقليها في طبق وتفرديها كده زي ما انا بفردها في الطاسة، وتسيبيها تبرد، تغطيها بستريتش او كيس نايلون وتسيبيها تبرد. انما بقى انا هستخدم المضرب، او لو عندك عجان عادي، بالضرب كده لمدة مثلا لحد ما تبرد معاكي تماما. ما تستعجليش في اضافة المكونات الباقية علشان العجينة بتاعتك ما تبوظ. دي حاجة مهمة جدا، لازما يعني تسيبيها لحد ما تبرد تماما. خلاص ايدك مستحملاها، مش دافية، باردة تمام كده تمام. هتفضلي تضربي فيها لحد ما تبرد معاكي. هنا بقى خلاص بعد ما بردت، هننزل بقى رشة الفانيليا، واول بيضة. مش هنضيف البيضتين مع بعض، هنتوه بقى البيضة كده بتاعتك الاول، تتوه خالص في المكونات، ما تبقاش ظاهر منها اي حاجة. هننزل بقى في البيضة التانية. ما كنتش عارفة اضرب كويس بتاع العجن، فاستخدمت بقى المضرب. هنا بقى خلصت بقى وتوهت البيضة الاولانية، نزلت بالبيضة التانية كده زي ما انتوا شايفين، وهكمل ضرب برضو لحد ما البيضة تتوه مع العجينة تماما. هنا بقى بعد ما خلصت ضرب كده هننضف المضرب بتاعنا، وهقول لكم هنعمل بعد كده. هنا بقى بلم كده اللي على الجنوب واخلطهم كده ببعض، واتاكد ان المكونات كلها اتخلطت في بعضها كده، ما عادش فيه اي مكونات جافه ولا اي حاجه. يعني ما فيش بيضه ما اتخلطتش، يعني اتاكد ان البيض اتضرب كويس فيه، العجينه بتاعتك بتلزق فيها، العجينه بتاعتك كده مظبوطه، ما تضيفلهاش اي دقيق ولا اي حاجه. هنا بقى علشان التشكيل، عايزه تستخدمي السيليكون. عندك السيليكون، عندك كيس اللي هو بلاستيك عادي، عندك القماش. احسن حاجة هتستخدمي بيها بلح الشام القماش. السيليكون هيعذبك شوية وهيبوظ منك والكلام دون، فاحنا مش عاوزينه. والبلاستيك هيتقطع منك، عشان العجينة جامدة شوية، يعني مش هيستحملها، درجة البلاستيك مش بتستحمل. انا استعملت القماش، واستعملت القمع الكبير اللي انتوا شايفينه، فهو بالنسبة لبلح الشام قمع بلح الشام الوسط، يعني ولا هو الكبير ولا هو الصغير، بس انا عندي الاصغر. هنا بقى خرجت كده اي هوا في القمع بتاعنا، ودهنت ايدي دهنة زيت عشان اشكل عليها كده. ممكن انت تشكليه كده بصوابعك، هتقطعيها عادي وهتبقى مظبوطة كده برضو زي ما انتوا شايفين. وممكن تستخدمي المقص، يعني تنزليه كده زي ما انت بتنزليه، وبدل ما تحوشيه بايدك تستخدمي المقص. هنا بقى الزيت بتاعي الطاسة بارد، مش هنستخدمه في زيت سخن. هتسيبي فيه فراغات كده زي ما انتوا شايفين في الطاسة، علشان وانتي بتقلبيه تقدري تعرفي تقلبيه. هنعلي النار لحد ما الزيت بتاعي يسخن كده ويبدأ يطلع فقاقيع كده، يعني اهو زي ما انتوا شفتوا كده. بقى هنهدي عليه ونسيبه بقى على نار هادية لحد ما يستوى تماما وياخد لون مظبوط. اول ما تلاقيها ان هي مسكت نفسها ان انتي تقلبيه، خلاص قلبيه وايدك فيه بقى
تقلبيه كل شوية علشان ياخد لون موحد. هنا زي ما انتوا شايفين اول ما بدأت لونها يفتح معايا كده بدأت ان انا اقلبها. ده مش بلح شام يا جماعة، ده اكلير في نفسه كده. ده الشربات بتاعنا اقل حاجة لازم يبرد ساعتين، وسبته ساعة برد تماما، وبعد كده دخلته التلاجة. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه عسل طبيعي. هنا بقى ايه، هنا بقى خد لون معايا اهو كده موحد كده زي ما انتوا شايفين، بس حاسه ان الدرجه دي لسه فيه. والقرمشه بتاعت دي مش هتدوم معاكي وقت طويل، او مش هتقرمش معاكي، هتدي بطراوه كده. فانا ايه لسه برضو ايه وسط وعلى نار هاديه زي ما قلت لكم، ايدي فيه لحد ما ياخد اللون المظبوط. لون غامق، ده اللون الوسط بتاعه، لون غامق درجه عندي. شايفين اللون بتاعه. هنا بقى هطلع هون في الشربات على طول. الشربات بتاعي زي ما قلت لكم بارد وتقيل بنفس المكونات اللي انا عملتها، كوبايتين سكر عليهم كوباية وتلت مية. هنا برضو بقى ايه المرة التانية اللي انا جيت احط فيها اشكل فيها بلح الشام. طفيت على الطاسة وسبتها دقيقتين، وبعد كده نزلت بيها. هتلاقوا ان الزيت بتاعي بارد، حتى وانا بضيف بلح الشام فيه ما بيفرش، ما بيعملش اي طشطشه او اي حاجه كده. وزي ما قلت لكم برضو اول ما بتمسك نفسها وبيبدا في الفوران بنهدي عليه النار لحد ما بياخد اللون اللي احنا عاوزينه. وبعد كده بقى ايه بنشيله نحطه في الشربات ونغلفه كويس جدا بالشربات، وتسيبيه من 4 ل5 دقايق لحد ما يشرب شربات. هنا بقى شايفين الجمال والحلاوة، سامعين الصوت، حاجة كده تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة وان شاء الله يعجبكم. وشربة شربات ووصفة مضمونة في 100%. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.